السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو. طبعا قبل ما ابدا قبل ما ابدا اي كلام عايزه اعتذر عن صوتي، لان انا عندي برد والحمد لله انا كده اتحسنت كتير عن الاول. كنت واخده دور وحش قوي والحمد لله يعني، فاتحسنت شويه. قلت اصور فيديو المشتريات لانه اتاخر قوي. واحنا بقينا في شهر 2، فقلت اصور لكم الفيديو على طول. دي تجميعة الشهر كله، فيها بقى كل الحاجات اللي انا جبتها اونلاين ومن المحلات وكده بالاسعار وكل حاجه. فتابعوا معايا الفيديو الاخر ويلا بينا نبدا الفيديو. عايزه بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعي ارد على سؤال جالي كتير على الفيديو اللي فات. كنتوا بتسالوا على لون الروج اللي انا كنت حاطاه، فقلت اجاوب على طول في الفيديو اللي بعده لان السؤال اتكرر. وهو اللي انا كنت حاطاه الدرجه دي من شي جلام، اسمها سويت باشون. هي درجه على اورنج كده، تمام. دي مات، بتقلب مات. وكنت حاطه عليه اللي هو ديفا من اماندا، الدرجه دي رقم 04. الاتنين مع بعض دول اصلا كومبو حلو قوي. واصلا ديفا ده من اماندا بصراحه حلوه قوي. انا بحب احطه على اي لون روج انا عايزه اديله لمعه، بيخلي الشكل حلو قوي وبيدي جلاس كده حلو قوي للشفايف. فهم دول اللي انا كنت حطاهم لو حد عايز ياخدهم سكرين، علشان سألت عليهم كتير. خليني الاول ابدا بحاجات السكين كير والهير كير، وبعد كده ندخل في الحاجات المتفرقه اللي انا جبتها. اول حاجه جبتها واتبسطت جدا ان انا لقيتها، لاني كنت بشوفها كده اونلاين شكل العبوه عجبني جدا وكنت حابه ان انا اجربها. هي اللاين ده او الماركه دي اسمها نوت شيل. لو انا بقولها صح، هي براند مصريه بس زي ما انتم شايفين شكل وجمال واناقه العبوه حلوه قوي بجد، عجبني. وتحس ان هي شكلها كده شبه منتجات ذا بادي شوب، فكانت عجباني قوي. ده الشاور جيل، ريحته حلوه قوي. انا جايباه باللي هو بالكوكونات، ريحته جميله قوي، ريحته حلوه قوي. وهو من جوه كريمي خالص كده، بيرغي حلو قوي وبينظف الجسم ومش بينشفه ابدا لان هو ميلكي قوي. فعجبني جدا. ده كان سعره حاجه و80 تقريبا في الماركت. متحمسه بقى جدا اجرب بقيه اللاين. في منه زيت شفته، في منه بادي لوشن، ان شاء الله هجربهم لان عجبني قوي. واول ما اجمع المجموعه هكلمكم عن الماركه بشكل عام، لاني حاسه ان هي هتبقى حاجه حلوه يعني، صناعه مصريه وكمان هيبقى عليها اقبال يعني، فاسعارها هتزيد. فانا عايزه الحق ان انا اجيبها قبل ما اسعارها تزيد. فدي اول حاجه جبتها ومبسوطه بيها جدا. تاني حاجه جبتها من الماركت هي الشفره دي. ده اسمها كده، ده كده شكلها واسمها. لو انتوا عايزين تاخدوها سكرين، ده كده شكلها. بصراحة كان بيتباع منها بالواحدة وبيتباع منها مجموعة مع بعض. انا قلت اجيب واحدة اجربها الاول علشان لو طلعت مش حلوة ما بقاش اتدبست فيها. دي الواحدة كانت ب11 جنيه. وده كده شكل الشفرة. هي بتيجي 6 امواس كده في بعض، ستة مع بعض. بتشيل كويس جدا، بتعمل ازالة كويسة جدا. بس انا حسيت ان هي بتتلم بسرعة يعني، مش زي برضو فينوس، لا بحس ان هي تلمت بسرعه. بس بصراحه حلوه وبتشيل كويس جدا ومش بتحسس الجلد ولا حاجه، فعجبتني جدا. ودي انا لما انزل هجيب منها بقى مجموعه على بعض لان سعرها كويس وبتعمل ازاله بشكل ناجح. وكمان الراس بتاعتها بتتحرك كده كويس جدا مع تواني الجسم، فعجبتني بصراحه. وسعرها مكتوب عليها صنع في فيتنام، الجمهورية كوريا. فهي تقريبا مش مصرية بس حلوة جدا، عجبتني. ولو انتوا حابين تجربوها هاتوا واحدة بس برضو وجربوها لان سعرها حلو قوي، كان ب11 جنيه. بعد كده طبعا جبت الباتر بتاعة ايفون، ودي تقريبا كل فيديو بطلعها لكم، بس عشان ده فيديو المشتريات بقى قلت ان انا اقول لكم عليها. دي انا بجيبها من بيج على انستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان اللي عايز يجيب اي حاجة من ايفون يجيبها من البيج دي. بتعمل خصومات فوق خصومات الكتالوج اصلا وخصومات الشهر نفسه، فبتعمل خصومات حلوه قوي. دايما الاسعار عندها كويسه بصراحه. دي انا كنت جايباها تقريبا ب150. ريحتها حلوه وحجمها 200 مللي، وانا اتكلمت عنها كتير قوي عشان ما ازهقكوش يعني. فانا مبسوطه ان انا جبتها، بحب ترطيبها جدا. مؤخرا بقى كنت بسمع كتير قوي عن البراندز المصريه اللي منتشره دلوقتي على انستجرام وفيسبوك وكده. فكنت سامعه عن براند اسمها سكين سايد وناس كتير اتكلموا عنها، فقلت اجرب الصن بلوك بتاعهم بما ان الصن بلوك بتاعي قرب يخلص. فانا جبت الصن بلوك ده بتاعهم اسمه سكين سايد اللي هو الدراي تاتش. بصراحه عجبني ان هو المفروض ان هو يدي لوك مات وكده للبشره الدهنيه، وان هو يتوزع بسهوله وكده.
اول ما جالي بصراحه استصغرت حجمه، هو حجمه زيه زي اي حجم سان بلوك 50 مللي، بس حسيت ان هو من جوه اصلا نصه فاضي، فازاي ده 50 مللي؟ يعني انا حسيت ان هو لحد هنا، وطبعا السان بلوك احنا بنحط مثلا صباعين منه، فخلاص ده تقريبا يعني 3 4 مرات وهلاقيه خلص. فانا مش حاسه خالص ان هو 50 مللي، وعشان كده بينزلوا عليه اوفر. بصراحه انا قلت عشان سعره بسيط، فقلت وهو مش بسيط قوي يعني، انا كنت جايباه ب 300 ب 250 بدل من 300 وحاجه تقريبا كانوا منزلين عليه اوفر، فقلت اجربه، فرصه كويسه ان انا اجربه. بس حاسه ان هو بصراحه عبوته قليله قوي، يعني كميته قليله قوي، بيخلص بسرعه. بس طبعا انا هجربه فتره اطول واشوف برده رايي فيه، لان انا طبعا بجربه في الشتاء، فمستنيه ان انا اجربه في الصيف عشان احكم عليه واقول لكم رايي النهائي فيه، وابقى اعمل لكم كمان فيديو مفصل عن كل انواع السان بلوك اللي انا جربتها. فده تحت التجربه. بعد كده انتوا عارفين ان انا بحب اشتري دايما من صحتي كير ولوليا كلوزيت، فانا كانوا عاملين اوفر الفتره اللي فاتت، فكانوا عاملين اوفر علشان السنه الجديده وكده، كانوا عاملين اوفرز حلوه قوي، فانا برضو كنت محتاجه شويه حاجات، فجبت من عندهم من على الموقع كام حاجه كده، وكمان هم بعتوا لي حاجه، فانا هوريها لكم دلوقتي. اللي مش عارف ان انا عندي كود خصم على صحتي كير، بيخصم لك 10% على اي حاجه تطلبيها، ولو توتال الاوردر عدى 1000 جنيه بيبقى الشحن فري. هسيب لكم كود الخصم هنا علشان تستغلوه، بجد الخصومات بتاعتهم بتبقى حلوه قوي. جبت من عندهم برضو من براند ديرماكتيف دي براند مصريه، وموجوده برضو في الصيدليات وموجوده اونلاين. بس بصراحه انا بحب استغل الاوفر بتاعه صحتي، لان هو كان نازل عليهم على صحتي ب 170، وانا لما استخدمت كود الخصم بتاعي عمل لي خصم اضافي، فهو كان واقف عليا بحوالي 160، في الصيدليه ب 209. فانا جبته. ده كده شكله من جوه، ده اللي هو الكريم جيل واللي هو للبشره الدهنيه والمختلطه. عجبني جدا التعليق بتاعه بصراحه، بس انا لسه ما جربتوش خالص، الحاجات دي لسه واصلاني، فانا ما جربتوش خالص لسه. يعني هفتحها بقى واجربها وكده واقول لكم رايي. انا كنت حابه ان انا اجيب حاجه يكون فيها نياسيناميد، لان انا بحب جدا الماده دي على بشرتي، ويكون قوامه خفيف والبشره بتمتصه بسرعه، عشان ما بحبش الكريمات اللي بتدهن البشره. وكمان جبت الليب بالم بتاعه بيزلاين، دي مش اول مره اجربها، اللي متابع الفيديوز بتاعتي هيبقى عارف ان دي تاني مره اكررها. من اكتر انواع الليب بالم اللي انا حبيتها، وفعلا يعني جربتها في اصعب الظروف، وكانت بصراحه ممتازه للشفايف. فده الحاجات اللي انا اشتريتها من صحتي. هم بقى بعتولي اجرب من عندهم السان بلوك بتاع يوسرين او يورسين، اللي هي البراند اللي هي لسه نازله مصر دي، مكتوب عليه ميدن ان بولندا، وحجمه 50 مللي، وهو دراي تاتش واويل كنترول. ده كده يعني هينفع جدا للبشره الدهنيه. طبعا برضو لسه واصلني، انا ملحقتش ان انا اجربه ولا افتحه ولا اي حاجه، بس التعليق بتاعه حلو قوي ان هو بامب كده، فان شاء الله برضو هجربه واقول لكم رايي بقى في الانواع كلها بتاعت سان بلوك اللي انا جربتها. وطبعا هو اصلا في منه انواع تانية، فبعت لي بقيه الانواع بتاعته اللي هي ممكن تناسب كل انواع البشرات، في للجافه وفي اللوشن منه، وفي اللي هو لكل انواع البشره، تقدري تستخدمي الحاجه اللي تناسبك يعني. وبرده منزلين خصومات الفتره دي، وغير ال10% بتوع الكود بتاعي. من فتره قلت لكم ان انا عايزه اجيب كريم للشعر، وقلت لكم على انواع مصريه وكده، وكل البنات رشحوا لي سترونج فيل اللي هو اسمه نورشنج كريم، ده تقريبا لو انا بقول الاسم صح. ده جبته من الصيدليه، كان سعره 175 وحجمه 120 مللي. لسه ما جربتهوش خالص لاني برضو لسه جايباه، فقلت ان شاء الله هجربه، ولو عجبني هعمل عنه ريفيو، لان انا معظم الحاجات اللي بتبقى واخده ضجه قوي على الشعر لما بجربها بصراحه ما بتبقاش جايبه معايا قوي. بس انا قلت اجرب ده لان في ناس ثقه انا عارفاهم يعني مجربينه وشكروا فيه، فقلت اجربه وميكسه كده مع السيرم بتاعي، بحيث ان هو يعلي من ترطيب الشعر، وفي نفس الوقت يساعد ان السيرم بتاعي يطول شويه معايا، لانه بقى غالي قوي وانا بحبه ومش عايزاه يخلص بسرعه، فقلت اجيب حاجه تساعد معاه. وده يعني سعره كويس، ان هو اقل من 100 جنيه، فلو طلع كويس اكرره يعني اكيد لو طلع حلو، فلسه هشوفه. جبت بقى من محل اسمه فلافي، هو محل بتاع اكسسوارز ونضارات وشنط ومحافظ وحاجات زي كده، اسمه فلافي، موجود في شارع شهاب في المهندسين. جبت منه توكتين للشعر التوق، اللي هم ده كده شكلهم،
هما متلخفين، انا عايزه اخلع دول اصلا عشان اوريها لكم. هي الواحده فيهم كانت ب15، كان عامل سيل 50% على معظم الحاجات، فانا جبت التوكتين دول منه. جبت البيبي بلو والكارودي، شكلهم بيبقى حلو قوي في اللبس في الشعر، خصوصا بقى ما يكون الشعر قصير وتحطيهم كده بيبقى شكلهم حلو. فدول كانوا تقريبا ب30 الاتنين مع بعض. وجبت من عنده مجموعه الحلقان اللي انا مش عارفه هبطل امتى اجيبها، الحلقان اللولي دي عندي منها كل الاحجام وكل الالوان، بس الحجم ده كان مش عندي منه الدرجات دي، فقلت ان انا اجيبه. بحبهم جدا اللولي ده في الودن، وبحبه جدا مع البيجامات في البيت، ودايما ببقى لابسه منه. انا لابسه منه واحد اهو جميل قوي، بيبقوا حلوين. مهما جبت اشكال حلقان برجع للولي ده بصراحه لا غنى عنه. ده كان ب15. وكمان جبت من عنده انواع حلقان تانية، الصراحه صاحبتي اللي جابتهم لي وانا معاها عشان هي عارفه انا بحب الحلقان، شكلهم عجبني قوي. جبت دول، بصوا البيبي بلو ده جميل قوي، وجبت منه اللون السيموني دول، وحلوين برضو قوي في اللبس، شكلهم بيبقى حلو. فهو عامل خصومات على نظارات، وعنده حاجات حلوه قوي. لو انتوا حابين تروحوا هتلاقوا عنده حاجات حلوه. الحاجه جبتها من محل فلافي، هي الكليبسات دي شكلها كيوت قوي، وطبعا منقطه، وانتوا عارفين قد ايه انا بحب الحاجات المنقطه والمخططه، فجبتها. وبرده دول كان بنفس السعر ب15، فهو كانت اسعاره كويسه قوي والحاجه عنده حلوه، فقلت استغل بقى الاوفر ده. من لافوال بقى جبت بندانات. انا بحب جدا البندانات بتاعت لافوال، من ساعه ما جربتها ما بستخدمش غيرها، وجربت ان انا استخدم حاجات تانية بتبقى في الاول كويسه، وبعد كده الاقيها توسع وتبوظ او تصفر او يعني شكلها يتغير. بتاعت لافوال برضو بتقدم بس مع الهلك، يعني لما تتلبس كتير وتتغسل كتير بحس انها اتهلكت. فاول لون جبته من البندانات دي هو اللون اللي انا لابساه ده، اللون البيج، بحبه جدا. وطبعا الابيض انا بجيب منه بال3 وال4 ده، بس دي الوحيده اللي في كيسها لسه، لكن الباقي انا فتحته. هي حلوه جدا وانا عايزه اوريها لكم، اللي هي ما بتبقاش فيها خياطه، بتتلبس على طول. دي اكتر انواع بندانات انا ارتحت لها. بصوا كده ده شكلها، الخامه بتاعتها حلوه قوي قوي قوي، وهي بتتلبس كده ومن غير خياطه، وبيبقى شكلها حلو في اللبس زي ما انتم شايفين كده. دي سعر الواحده كان 55، فانا بحاول ان انا اجيب منهم واعمل ستوك، عشان دلوقتي احنا في مرحله ايه اللي هو حلق يعني، لحسن الحاجه عماله تغلى، فحلق واعمل ستوكات علشان الحاجه بتغلى واسعارها بيبقى رايح في داهيه بصراحه. ومع غلو الاسعار مفيش مثلا ايه مرتبات بتزيد ولا دخل بيزيد ولا اي حاجه، فتحس ان انت ثابت والحاجه بتغلى، فمفيش يعني الله المستعان بصراحه علينا. فدول الحاجات اللي انا بحبها من عند لافوال. البندانات دي بحبها جدا. من عند شي ان بقى جبت كام حاجه كده وعملت بيهم ريل على انستجرام، فاللي متابعني هناك هيبقى شايف اوريدي المشتريات، اللي مش متابعني اكيد هيستفاد ويشوف العروض اول باول والمشتريات اول باول. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف وفي اول كومنت مثبت. اول حاجه جبتها من ستوك من القلم بتاع الحواجب اللي انا بحبه، جبت منه كذا واحد، لاني بصراحه بحبه جدا وما بستخدمش غيره، ودرجتي فيه جراي. كمان جبت القلم ده من شي جلام، القلم الاخضر اللي انا حطاه ده وريته لكم في الفيديو بتاع شي جلام، بجد حلو قوي وكان سعره كويس. وكمان جبت الشنطه دي بتاعه الفرش، هي سيليكون، خامتها حلوه جدا وبتشيل فرش كتير جدا. لو انتي مسافره، لو انتي بره وحابه ان انتي تعيدي على الميك اب بتاعك تكون الفرش متحافظ عليها ومقفوله كده، فعجبتني جدا. واخر حاجه جبتها من شي جلام هي السليبر ده، ومش اول مره اجيب النوع ده من السليبر، ومش اول مره اجيب من شي ان سليبر يعني. عموما ده كده شكله وتحفه بجد، حلوه قوي وطري كانك مش لابسه حاجه. انا عندي الابيض، جبت الاسود وطري جدا كانك مش لابسه حاجه، هو خفيف خالص كده. من محل اخر العنقود دخلته فلقيت اللي هي الحاجات دي بتاعت الشعر، عارفينها اللي هي بتعمل الشعر بالطريقه دي كده كيرلي قوي. جبتها، كان نفسي ان انا اجيبها واجربها يعني. ده كده شكلهم، دي بتتركب كده وليها طريقه يعني في التركيب والاستخدام. حبيت ان انا اجيبها، دي كلها كان على بعضها ب60 جنيه، فقلت هتبقى لذيذه قوي مع الشعر القصير يعني، ان هي يبقى كيرلي كده للتغيير. بس انا لسه ما جربتهاش بصراحه يعني، لو جربتها وطلعت كويسه هقول لكم عليها، لو طلعت وحشه برده هعرفكم عشان محدش يتدبس ويجيبها. بس هي شكلها كمان عجبني جدا.
بعد كده جبت من نون كام حاجه في الميك اب وفي اللبس، وكنت اول مره اجرب نون في اللبس. بس خلوني الاول اوريكم الميك اب اللي انا جبته من على نون. جبت الماسكارا دي من ريميل اللي هي ده شكلها. الماسكارا دي شكلها حلو قوي، ومش اول مره اجرب اصلا ماسكارات ريميل، وحلوين جدا جدا، وسعرهم كان حلو قوي. بس دلوقتي سعرهم غالي، انا معرفش. انا جربت الموف، والموف في اسود، ودي حلوين جدا وفرشتهم حلوه. دي عجبتني جدا ان هي بتدي طول وكثافه، ودي كده فرشتها يا رب تكون واضحه. بصوا الفرشه بتاعتها حلوه قوي، وبتدي طول حلو قوي، وهي اللي انا حطاها بجد حلوه قوي عجبتني. وكان وقتها سعرها كويس لما جبتها، لكن دلوقتي سعرها عدى ال 200. كانت انا كنت جايباها على 120 او 110، مش فاكره قوي لان انا جايباها من بدري. وكمان جبت، بس بصوا الشكل بتاعها عجبني قوي. وكمان جبت روج من ماركه اسمها مثلين، فطلعت نفس الكفر بتاع الماسكارا كده، وشكلها حلو قوي. بصوا شكل الكفر عامل ازاي، عامل زي اللي هو المايك. عارفين شكل المايك كده؟ مش عارفه يبقى واضح ولا لا، بس شكله حلو قوي. وكمان اللون بتاعه لذيذ قوي. بصوا الدرجه بتاعته حلوه كده، اللي هي العنابي دي. بصوا الدرجة حلوة قوي، عجبني الصراحة. وكان سعره 91 جنيه، نازل عليه سيل. مش عارفة الاسعار دلوقتي على نون هتبقى زي ما انا جبتها ولا لا، بس انا دايما بنزل لكم في ستوري الانستجرام العروض لو هي ما لسه موجودة، وبنزل لكم كود الخصم بتاعي. كمان جربت برضو براند جديدة، اول مرة اجيب منها حاجة اسمها استارة. سواء البراند دي مثلين او استارة، دي اول مرة اجربهم. مش عارفة بقول اسميهم صح ولا لا، بس برضو شكل التعليق بتاعهم بيعجبني قوي. شكل الروج حلو قوي، ذهبي كده. وبصوا ده كده شكله من جوه. تمام. وجبت اللون الاحمر ده. اللون الاحمر ده حلو قوي، كنت حاطاه في الفيديو بتاع شي جلام، منتجات شي جلام. بصوا شكله، اللون بتاعه حلو قوي، من الالوان اللي هي مش بتصفر السنان، فعجبتني جدا. دول من الحاجات الحلوه قوي اللي انا فرحانه بيهم جدا من على نون. من نون البرفيوم دي من ديفاكتو، كان نازل عليها اوفر على نون. انا كنت شفتها في المحل نفسه في ديفاكتو، كانت ب 200 جنيه. هي اسمها بينك. وكنت شميتها وريحتها عجبتني جدا. فلما لقيت على نون ان هي نازله ب 136 تقريبا او ب 139، فده كده شكلها عجبني جدا، فكرتني بالحاجات بتاعه زارا. وكمان ريحتها حلوه قوي بجد، ريحتها هاديه كده وجميله، فعجبتني. قلت اجيبها من الاوفر بتاع نون. وطبعا كنت جايبه حاجات تاني للبيت، فكله مع بعضه يعني كان في اوردر واحد. وكمان في كود خصم ليا على نون، هيديكوا خصم اضافي برضو هسيبه لكم هنا. بالنسبه بقى لللبس من على نون، كنت شفت جهاد جابت البيزك من ماركه اسمها امسو. فلما هي قالت حلو وشكرت فيهم، فقلت اما ادخل اجرب كده ان انا اجيب منهم واشوف هيبقوا كويسين ولا ايه. فطلبت 2، طلبت واحد اسود ماشي من نفس البراند دي. هي جايلي بالتيكت بتاعها ان هي سعرها في الستور اغلى من على نون، كان سعرهم 214 تقريبا. فانا جبت الاسود، وعايزه اقول لكم خامته فعلا تحفه، عجبتني جدا. جبت الاسود لانه ما كانش عندي، وجبت اللي هي الدرجه. بصوا بيجوا في الكيس كده. بصوا هو في الستور مكتوب ان هو ب 279 قرش، يعني ب 300. هو ب 214 على نون، وفي خصم كمان الكود. فهو جبت اللون ده واللون ده، وعجبني جدا، حلوين قوي وخامتهم حلوه قوي. وفي اللبس كمان كنت اول مره اتجرأ، يعني البيزك هو 1 سايز عادي، فانا قلت مش هتفرق معايا في المقاس، بس اول مره اتجرأ واجيب مقاس اونلاين من على نون. جبت قميص ابيض برضو من نفس الماركه امسو دي، بس كان عاجبني جدا شكل الكم بتاعه. هحاول ان انا احط لكم صوره ليه وانا لابساه علشان تشوفوا شكله في اللبس. حلو قوي، خامته عجبتني جدا جدا. وبرده هو مكتوب ان هو في الستور ب 400، انا جبته ب 300 تقريبا. فبرضو نازل عليه سيل حلو، خامته حلوه جدا، والابيض بتاعه حلو، والخامه اللي هي قطن دي فعجبني جدا الصراحه يعني. فقلت برضو اقول لكم علشان لو هو موجود ممكن تلحقوه وبالخصم اللي نازل عليه.
اخر حاجه معايا جبتها هي من كلاب الدو. جبت كوتش برضو كان عامل خصومات حلوه قوي، وانا بحب جدا اشتري من كلاب الدو بصراحه. الحاجه بتاعته بتبقى كويسه معايا واستخدام مده، يعني مش حاجه على طول. فجبت كوتش كان نازل عليه انا بس لبسته فحبيت ان انا اوريهولكوا. ده كده شكله اللون البيج ده، انا بحبه جدا وبيليق معايا على حاجات كتير، وكمان الشكل بتاعه سيمبل كده وما فيهوش تفاصيل كتيره. هحط لكم طبعا فيديو صغير كده ليه وهو جديد. كان حلو جدا ومريح قوي في اللبس، وبرده تقريبا كان سعره في حدود 300 جنيه، فما كانش غالي قوي يعني مقارنة بباقي المحلات. فعجبني جدا ومريح في اللبس. وبس كده، هي دي كانت كل مشترياتي في شهر 1/20/24. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. ولو عندكم اي سؤال اكتبولي تحت في الكومنتس وانا هرد عليكم على طول. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد قريب. مع الف سلامة.